السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدي قناة كركوك الفضائية، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بصراحة معي أنا عمار الصالحي. إذن الإدارة في محافظة كركوك بدأت بالمباشرة بمهامها، ويوما بعد آخر المقاطعون سوف يلتحقون بالإدارة الجديدة بعد المفاوضات، حيث أن الإدارة ترحب بمن يلتحق بها. فسنرى خلال الأيام القادمة بأن مجلس محافظة كركوك سوف يلتئم وتكون فيه جميع المكونات دون استثناء للانطلاقة الجديدة في كركوك لتشهد عهد جديد بعد إجراء الانتخابات المحلية فيها بعد انقطاع لمدة 15 عاما. الإدارة الجديدة هل ستشهد انطلاقة جديدة فعلا؟ المقاطعون هل سيلتحقون تماما بالإدارة الجديدة؟ التنسيق ما بين مجلس المحافظة والإدارة في محافظة كركوك، أيضا المناصب الإدارية وتوزيع المناصب الإدارية، إضافة إلى تحالف إدارة كركوك، هذا التحالف المشكل من قبل رئيس الوزراء السوداني الخاص بمحافظة كركوك. كل هذه المحاور وهذه التساؤلات سوف أطرحها على ضيفي الكريمين، الدكتور قصي كامل عضو تحالف العروبة، حياك الله وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا علينا في قناة كركوك الفضائية وبرنامج بصراحة. أيضا الدكتور معراج الحديدي القيادي بالمكون العربي، حياك الله وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا علينا. خليني أبدو وياك دكتور قصي. وين صار تحالف إدارة كركوك اللي على أساسه تشكلت الإدارة المحلية في كركوك، واللي أيضا على أساسه بأنه فتح خط التواصل رئيس الوزراء السيد السوداني مع المكونات في محافظة كركوك، وشهدنا الاهتمام البالغ من قبل بغداد. إدارة كركوك أو تحالف إدارة كركوك بعد قائم، وين وصل؟ سيمضي مع الآخرين؟ نعم، بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك ولضيفك الدكتور معراج ولجميع مشاهدين قناتكم المفضلة. حياك الله. جميع المشاهدين يعرفون، المواطنين يعرفون أنه بعد انتخابات مجلس المحافظة شكل السيد رئيس الوزراء السوداني تحالف ما يسمى تحالف إدارة كركوك برئاسته وبمجموع الكتل الفائزة في الانتخابات، وأجريت عدة لقاءات واجتماعات للوصول إلى حل يرضي جميع المكونات ويرضي جميع الأحزاب الحاكمة في كركوك. واعتقد اليوم بعد مفاوضات ولقاءات عديدة شكل تحالف إدارة كركوك، والاتفاق الأخير هو خير دليل على هذا التحالف. وإن شاء الله الحكومة القادمة هي حكومة تغيير وحكومة شراكة وطنية في ظل تعايش سلمي في كركوك. نطمح إلى أن يكون الاتفاق الأخير هو اتفاق يشمل الجميع، يضم جميع مكونات كركوك وجميع الكتل الفائزة من أجل خدمة كركوك وأهالي كركوك. نعم دكتور قصي، فيما يخص تحالف كركوك المشكل أخيرا، هل هناك مفاوضات أو دعوة للمقاطعين؟ هل المقاطعين هناك لقاءات معهم؟ ما الذي استشفيته من المقاطعين؟ نعم، حقيقة الأخوة في الجبهة التركمانية والأخوة العرب المقاطعون الثلاثة في الآونة الأخيرة بدأت حوارات واتفاقات لعودة البعض، كون أن الاتفاق الأخير هو اتفاق حقيقة يضمن حقوق الجميع، ولكن نحن نأسف لهذه المقاطعة وندعو إلى ضم الجميع من أجل إشراك الحكم في هذه المحافظة. الدكتورة سلوى المفرجي، وهي محامية ودكتورة وأكاديمية معروفة، التحقت بإخوتها البقية من إدارة تحالف كركوك وأخوتها العرب،
وهي أيضا لها حقوق جماهير، له حقوق عليها. التحقت قبل يومين أو 3 أيام. أعتقد الأخ أحمد الحمداني في طور أيضا هنالك التفاوضات لإعادة الأخ أبو عمر الحاج أبو عمر أحمد الحمداني، ويبقى عندنا الأخ المحافظ السابق الحج راكان. أعتقد بالنهاية تحصيل حاصل، ستعود الأمور إلى مجاريها وستمضي الأمور بخدمة كركوك بعيدا عن الانشقاقات وبعيدا عن التشنج السياسي الذي يضر بالمواطن ويضر بمجتمع كركوك. نعم، وهذا ما نتمناه. خليني أنتقل للدكتور معراج. دكتور معراج، المقاطعون يلتحقون الواحد تلو الآخر. دكتورة سلوى أيضا التحقت، بقى الدكتور أحمد الحمداني، وبقى أيضا السيد راكان الجبوري المحافظ السابق لكركوك. لماذا لم يلتحقوا لغاية الآن حسب وجهة نظرك؟ في البدء تحية لك ولضيفنا دكتور قصي، وكذلك جمهوركم الكريم وشاشتكم الموقرة التي لربما عليها جهد أكثر يضاف، باعتبار أنه السيد المحافظ هو حاليا يمثل طيف كبير من هذه القناة. موضوع يعني المقاطعين وموضوع الالتحاق هو يعني نحن نسميه لربما لا نسميه مشكلة بقدر ما نسميه أزمة تحتاج إلى توفيق وتوافق ووصولا إلى حلول. مثل ما تعلم أن الموضوع التشكيلة التي حصلت فيها تخريجة محافظة كركوك وصدور أمر باعتلاء السيد ريبوار وكذلك الدكتور إبراهيم والتشكيلة الحكومية، كان هناك مقاطعة للمكون العربي ضمن التحالف العربي وكذلك الأخوة في الجبهة التركمانية والديمقراط الكردستاني. وجهات نظر، لربما هو خلاف في وجهات النظر. نعم. وقد يكون هناك ضغوطات تحصل على طرف لعدم الانجرار وراء هذا الاتفاق. لا أعتقد أن يعني موضوع المقاطعون هي مشكلة كبيرة ضمن مسار المكون العربي، حتى نكون احنا يعني ضمن العمق العربي نتكلم. الأخوة في التحالف العربي خلافات على وجهات النظر وادعاء بأن هناك خيانة وإلى آخره. هي لا أعتقد بهذه الطريقة تدار محافظة كركوك. هذه المحافظة التي تمتد إلى العمق المجتمعي والعمق الاشتراكي، بالتالي يعني الاشتراك الجميع يجب أن يكون حاضرا في هذه المحافظة والجميع يشارك. السادة المقاطعون مثل ما تفضل الدكتور، التحقت الدكتورة سلوى وكذلك التحق السيد أحمد الحمداني قبل تقريبا يوم الخميس. أنا زرته يعني للمكتب، كان موجود. متبقي السيد راكان سعيد. ممكن يعني أن يكون هناك إعادة الأمور إلى نصابها بربما رسائل اطمئنان، ولربما إعادة الوضع إلى سابقه من حيث أنه تفعيل المكون العربي، وأن يكون هذا المكون هو واحدا متحدا ليس لأجل السياسة بل لأجل الجمهور الذي أتى بهؤلاء السياسيين. بالتالي موضوع يعني أنه الاتحاد يجب أن يكون حاضرا، وإن شاء الله تكون الأمور. دكتور معراج، في هذه الحيثية هل سنشهد فعلا التحاق للسيد أحمد الحمداني والسيد راكان؟ السيد أحمد الحمداني التحق قريبا، التحق في نعم. يعني ذهبنا لمحافظة كركوك وكان حاضرا في المجلس المحافظة وافتتح مكتبه وباركنا له. وهذه العودة لربما هناك يعني وجهة نظر لديه، لكن مثل ما تعلم أنا اليوم فائز عن جمهور، لست فائزا عن نفسي وبنفسي. نعم. بالتالي هناك تخريج انتخابي مطالب. نعم. مطالب بتقديم خدمات، بتقديم التزامات، بتقديم عهود التي قطعها في مرحلة الانتخابية لجمهوره. بالتالي المقاطعة معناتها ترك كمية كبيرة. ومثل ما تعلم أن السيد أحمد الحمداني وكذلك السيد المحافظ يعني أرقامهم ليست بالقليلة. بالتالي جمهور يطالب أن يكون لديه امتيازات مثل ما ذهب وأعطى وأدلى بصوته لهذه الشخصية بناء على القناعات. يجب أن يكون حاضرا هذا الشخص للمطالبة باستحقاق جمهوره. بالتالي نعم. العودة إن شاء الله تكون كاملة. نعم، وهذا ما نتمناه. طبعا للمشاهدين الكرام، احنا دائما نتواصل مع الإخوان في الجبهة التركمانية. تحياتنا لهم باعتبارهم أحد المقاطعين الرئيسيين لمجلس محافظة كركوك. يعني تواصلنا معهم، لكن
يعني يعتذرون عن الحضور لانشغالهم أو لأسباب معينة، حقوقهم محفوظة وحقوق الرد محفوظة في برنامج بصراحة وقناة كركوك الفضائية. نتمنى أن دائما يعني يلبون دعواتنا للبرنامج، بالتالي هو منبر للدفاع عن حقوق جميع المكونات، سواء المكون الكردي أو العربي أو التركماني أو المسيحي. دكتور، لحد الآن كجبهة تركمانية مقاطعة بشكل تام، عدم الالتحاق، ينتظرون قرار المحكمة الاتحادية. هل قرار المحكمة الاتحادية ممكن يوقف إجراءات المحافظة؟ احنا شفنا المحكمة الاتحادية ردت الأمر الولائي بالإجراءات اللي صارت وقالت الأمور ماشية تمام، لكن بقت الدعوة حول تشكيل إدارة المحافظة دون المكون التركماني. حقيقة احنا من منبركم هذا المنبر الشريف الحر ندعو اخوتنا في الجبهة التركمانية إلى الالتحاق بهذه الحكومة وأخذ حقوق جماهيرهم. حقيقة قبل يومين كان هنالك لقاء للسيد رئيس الوزراء مع الأعضاء في الجبهة التركمانية والبقية، واعتقد هذا اللقاء هو لإقناع الأخوة المقاطعين بضرورة الاشتراك بهذه الحكومة وضرورة أن يكون لهم ولجماهيرهم حصتهم، كما تفضل الأخ الدكتور معراج أنه هنالك حقوق للجماهير عليهم، ليست فقط حقوق سياسية ومناصب، بل هي حقوق لتسيير أمور المحافظة. حقيقة المحافظة المقاطعة راح تؤدي إلى شلل في تسيير الأمور والأوامر الإدارية وما غيرها. لذلك احنا كجمهور عربي، كأكاديميين، كجانب سياسي، ندعو بشدة إلى ضرورة أن يلتحق المكون التركماني إلى هذه الحكومة، وإلا أعتقد أن هذه الحكومة ستبقى منتقصة أو ناقصة، لأن الجمهور التركماني والشارع التركماني شارع مهم وحيوي ومكون حيوي لمحافظة كركوك وأهالي كركوك وللعراق أيضا. نعم دكتور، فيما يخص المناصب وتوزيع المناصب، قد يكون هناك بعض الإشكالية في توزيع المناصب، ممكن يجعل الطرف الآخر يحس مثلا هذا مو استحقاقه، فبالتالي أنا ما أنضم إذا ما أخذ استحقاقي أو مكانتي أو ثقلي الحقيقي. شلون شفت جنابك توزيع المناصب في محافظة كركوك؟ يعني حقيقة احنا اتمنى انه لا نبوب المناصب من باب الكسب والخسارة او من باب يعني التجارة، بالعكس هي تحصيل حاصل، المناصب ستوزع على الجميع وبرضا الجميع. المهم في المنصب ان يكون ان يعطى المنصب للشخص الكفؤ الذي يستحق المنصب، الذي يستطيع إدارة العمل، والذي يمتلك الشهادة والمؤهلات اللي تؤهل لهذا المنصب، وبالتالي خدمة المواطن في كركوك. أكيد المكون التركماني والبقية من الأخوة العرب في التحالف العربي لهم حقوق وعليهم واجبات، لهذا أعتقد أنه الاتفاق الأخير ضمن حقوق الجميع دون ظلم. نعم، خلينا ننتقل وياك دكتور لحيثية قانونية فيما يخص طبعا بيان للأخوة التركمان فيما يخص جبهة تركمان العراق الموحد حول تعيين السيد ريبوار معاونين 5 للمحافظ. من الناحية القانونية الجبهة التركمانية ترى أن المعاون أو المحافظ يمارس صلاحيته بتعيين المحافظين والإجراءات، وبعد قرار المحكمة الاتحادية مطالع بخصوص الموضوع. نعم. إجراءات المحافظ السيد ريبوار بتعيين المناصب، تعيين معاون المحافظ، يمشي إجراءات قانونية بها خلل قانوني من الناحية القانونية بالتحديد دكتور. خلينا يعني نسبق هذا الكلام. نعم. موضوع المحكمة الاتحادية، هناك أمر ولائي قدمه الأخوة في المكون التركماني. نعم. لإيقاف عمل المحافظ، وصدر قرار المحكمة بأنه لا توجد هناك ضرورة لإيقاف العمل. نعم. بالتالي عندما صدر قرار المحكمة أنه لا توجد ضرورة لإصدار الأمر الولائي لأنه لا يوجد ما يتطلب أنه إيقافه. نعم. بالتالي هناك شرعية للسيد المحافظ، على اعتبار أن مجلس محافظة جلس واجتمع وحقق النصاب، النصف زائد 1، وأعطى الشرعية للسيد المحافظ، والأخير صدر به مرسوما جمهوري. بالتالي من الناحية الشكلية والناحية القانونية اكتمل التشكيل. أما موضوع القرارات، فأنا لما تكون هناك اكتمال في الحيثيات القانونية فصلاحيات المحافظ موجودة. لو كان هناك إشكال
الناحية القانونية لكان هناك صدر أمر ولائي بإيقاف عمل المحافظ لحين البت في القرار المحكمة الاتحادية. نعم. هذا من جانب. من جانب آخر حتى ندخل في يعني صميم الأمر المحكمة الاتحادية، يعني مثل ما تعلم أن المحكمة الاتحادية هي دورها الفصل في دستورية القوانين وليست قانونية القوانين. نعم. وهذه التفصيلة لربما يعني الجميع يعني هناك يعني عدم وضوح للشارع والجمهور. الطعن في قرارات المحكمة الاتحادية يجب أن يكون النص غير دستوري وليس غير قانوني. المادة 13(4) التي هي أشراك جميع المكونات على نعم. المادة اللي هاي الإشكالية اللي عليها طبعا شيء مو قانوني وشيء مو دستوري، شنو الفرق دكتور؟ الطعن في عدم الدستورية ينظر فيه أمام المحكمة الاتحادية. نعم. المحكمة الاتحادية تنظر في عدم دستورية القوانين. أما الطعن في عدم القانونية فهناك القانون أعطى مجال وأعطى الجهة التي تنظر في هذه المادة وهي محكمة القضاء الإداري، هي الفصل في الأمور القانونية. يعني لربما هناك لبس، قد يكون هناك يعني قد يكون ضمن واحدة من هذه التخريجات أو واحدة من أسباب إقامة الدعوة هناك نص غير دستوري طعن فيه وتنظر به المحكمة الاتحادية وللمحكمة قرارها، بالتالي هي يعني نعم. الفصل صاحبة الشأن. الحل هو لدى القضاء، ويعني لا يشكك أحد في نزاهة القضاء، وللقضاء لربما يكون هو القول الفصل. موضوع يعني أنه عدم قانونية عمل المحافظ، المحافظ أخذ الشرعية من خلال مجلس محافظة ومن خلال إصدار أمر مرسوم جمهوري ومارس أعماله، بالتالي لا يوجد هناك إشكال قانوني من خلال تعيين سواء أنه معاونين المحافظ أو يعني يحتاج إلى مدراء الدوائر عند التصويت عند إصدار الأمر يعني يتم تصويت عليهم من قبل مجلس المحافظة، ومتى ما شكل مجلس المحافظة النصف زائد واحد يصار إلى التشكيل أو يصار إلى الانتخاب اختيار، حتى وإن كان هناك لربما المقاطعون وهذا لا نرتضيه نحن كمكون عربي ولا يرتضيه أي مواطن في كركوك، على اعتبار أن كركوك هي توليفة متعددة الأطياف، يجب أن يكون الجميع حاضرا لإرضاء جمهوره، لأنه الكل لما ذهب للانتخابات ذهب رغبة للجماهير، بالتالي أنه توزيع المناصب على مستوى الدوائر وتصويت أعضاء مجلس المحافظة للحكومة المحلية التي نعم. يترأسها السيد ريبوار يجب أن تصوت من قبل مجلس المحافظة، ونتمنى أن يكون التصويت بكل أعضاء مجلس المحافظة حضور وليس فقط التسعة. نعم، إذن كل ما يكون التصويت أكثر بالتالي القرارات راح يكون لها قوة أكثر، يكون يعني قبول للشارع أكثر. هو مو موضوع أنه القرارات، لأنه القرارات أنت من تحصل نصف زائد واحد قرارك محصن. نعم. كل ما يكون التشكيل أو أنه الحضور أكثر كل ما يعني يقوى قرارك، كل ما يكون أنه قرارك يكون باعتبار مقبولية أكبر، الكل حاضر والكل اختار. مثل ما تعلم كركوك عراق مصغر، والديمقراطية التي موجودة في العراق منذ 2003 هي ديمقراطية توافقية، بمعنى أن الكل يتوافق لأجل استحقاق جماهيره، سواء كان هذا من الجمهور العربي أو الكردي أو التركماني، الكل يشترك في هذه الحكومة لأجل مراجعه. نعم. وهذا حق كفله الدستور، وكذلك العرف السائد في العملية السياسية بعد 2003 هو هذا الذي يسري. نعم. تكلم دكتور معراج بحيثية المراجع والكل. نعم. مع مراجع الدكتور قصي، خلينا نحكي على كل من ومرجع. اليوم اكو بعض المراجع ممكن خارج الحدود، بالتالي ممكن لها تأثير. لحد الآن اكو تأثيرات وضغوط على بعض الأحزاب فيما يخص عدم الاشتراك في الإدارة الجديدة في محافظة كركوك. طبعا بالبداية بس نرجع للوراء شوية بالنسبة نعم. للقاء الأخير، زيارة الأمير وصف العاصي إلى إدارة أو مبنى محافظة كركوك. نعم. ولقاء بالسيد محافظ كركوك السيد ريبوار، حقيقة دعا إلى ضرورة التحاق الأخوة المتبقين، وأن الإدارة باب الإدارة مفتوح على مصراعيها لجميع الأخوة المقاطعين، وبالتالي التحقت الدكتورة سلوى، والتحق حسب ما ذكر الدكتور معراج التحق الأخ أحمد الحمداني إلى إدارة المحافظة. يتبقى السيد محافظ كركوك السابق الأخ الحاج راكان،
أعتقد له جمهور كبير، وعليه أن يلتحق إرضاء لجماهيره بعيدا عن المقاطعة التي ستسبب إشكالية في إدارة كركوك. بالنسبة للقرار الخارجي خارج حدود كركوك، نعم أغلب الأحزاب هي مرتبطة أو أغلب القيادات هي مرتبطة بأحزاب خارج حدود كركوك. أعتقد اليوم الأمر هو من داخل كركوك من قبل قيادات كركوك. حكومة السيد السوداني عندما شكلت إدارة تحالف كركوك، وبذلك أوعزت إلى قيادات كركوك أنه الأمر والقرار قراركم، ولكن عليكم بالتوافق. التوافق هو يحل مشاكل السياسية ومشاكل المواطن في كركوك. لذلك أعتقد القرار أو الأمر أو تدخل الأحزاب الخارجية خارج عن كركوك خفت وقل تأثيره في الآونة الأخيرة نتيجة توافق أغلب مكونات كركوك والتحاق الأخوة المقاطعين أغلبهم، وبذلك الأمور تسير نحو الانفتاح ونحو التعايش السلمي ونحو إدارة كركوك جديدة. وهذا ما ندعو إليه من هذا المنبر، أنه اليوم إحنا في كركوك حقيقة 3 مكونات أو 4 مكونات: المكون العربي، المكون الكردي، المكون التركماني، والمكون المسيحي. إذن يجب على أساسه في كركوك إيجاد صيغة حكم تناسب الجميع وفق عدم الضرر بالمكون أو الطرف الآخر. لذلك أنا أعتقد الاتفاق الأخير سيضمن حقوق الجميع إذا ما طبق بصورة صحيحة. نعم. دكتور، احكي لي على أهمية التنسيق ما بين المجلس والإدارة. مرات نشوف احنا بمجلس النواب نشوف اكو تقاطع ما بين مجلس النواب والحكومة، أثر على القوانين، أثر على المشاريع. اليوم من اكو تنسيق ما بين الإدارة والمجلس، شلون ينعكس على الشارع في محافظة كركوك والعكس صحيح؟ طبعا ضرورة التوافق بين الإدارة والمجلس له أهمية قصوى في تنفيذ القرارات على أرض الواقع. اليوم تحالف إدارة كركوك هو يرعى بواسطة السيد السوداني، والسيد السوداني بارك الاتفاق الأخير. هذا الاتفاق طبعا الأخ لو رجعنا إلى القيادات الموجودة، الدكتور محمد تميم له عضو وهو رعد الصالح، أخونا المهندس رعد الصالح. الأمير وصف العاصي له عضو تحالف العروبة الشيخ ظاهر العاصي. والأخ محمد الحافظ أيضا له عضو نائب وهو السيد مهيمن الحمداني. إذن هنالك توافق. نعم. مدام جنابك بديت بالتفصيل، أحمد الحمداني. نعم، أحمد الحمداني الرجل إلى سيادة، وأعتقد هو مستقل حاليا، ليس له أي حزب. نعم. أو أي مؤثر. السيد راكان جبوري. السيد راكان في سيادة. نعم. عائد إلى طبعا هو توضيح للمشاهدين حتى يعرف نعم. بالضبط، يعرف طريقة التقسيم ومنو رايح ومنو ما رايح وليش. بالضبط. أعتقد أنه أكو تآلف وائتلاف بين الحكومة المركزية وبين حكومة كركوك، وهذا الائتلاف وهذا الاتفاق وهذه المركزية وهذا الاندماج بالتالي سيضفي في ظلاله من أجل خدمة كركوك والمسير نحو الأفضل، باعتبار أن الحكومة السابقة للسيد راكان الجبوري كانت حكومة أيضا معتدلة لها إنجازات يجب من باب الإنصاف أن تذكر، وعليه احتواء الأخ المحافظ السابق السيد راكان الجبوري أمر ضروري ومهم حتى لا تزداد الفجوة بين المواطن وبين السياسي من جانب وبين السياسي والحكومة من جانب آخر. نعم. دكتور، تحالف كركوك أول مرة يمكن نشهد من 2005 لحد هسه كل الحكومات المحافظين اللي تعاقبوا على إدارة محافظة كركوك، أكو مكون كردي، أكو مكون تركماني، أكو مكون عربي. نعم. أكو تحالف عربي، أكو تحالف كردستاني، أكو تحالف تركماني. نعم. لكن تحالف كركوك الكل منجمع به، هاي ما صايرة. هاي أول مرة نشهد هذا الشيء، بأن أكو تحالف به من كل المكونات. طبعا باستثناء نأكد على نقطة الأخوة التركمان، وإن شاء الله احنا نأمل أن يلتحقون، لأنه احنا من نحكي من المنبر ما نحكي من باب دفاعا عن أي حزب، لكن دفاعا عن المواطن في محافظة كركوك.
شنو اللي صار؟ شلون صار تحالف كركوك؟ شلون اقتنعت الأحزاب تكون ببودقة واحدة بتحالف واحد؟ تأثير بغداد وضعت مصلحة كركوك، شنو اللي صار؟ يعني موضوع تحالف إدارة كركوك ممكن هو تخريج لممارسات سابقة ولعمل سابق ولتراكميات سابقة دخلت عليها محافظة كركوك منذ 2003 إلى يومنا هذا. لربما الحل السلمي والحل الأمثل لمواطني كركوك، نتكلم عن مواطنين دون التسميات الإثنية أو القومية، هو هذا الحل، أنه إدارة محافظة كركوك كيف نعمل لأجل كركوك ولا نعمل لأنه أنت عربي أو أنت كردي. شلون توصلت الأحزاب لهاي الفكرة؟ هل هي ثقة أم تنازلات؟ لا، هي قناعة، لربما هي قناعة. القناعة تولدت، يعني خلينا نكون واضحين، أنه الممارسات السابقة للسيد نجم الدين أذت يعني جزء كبير من العرب. وهل يرتضون الأخوة الكرد هذه الممارسات؟ قطعا لا يرتضون إذا كان هناك إنصاف. بالتالي نفتح باب جديد. وكيف يمكن أن يفتح هذا الباب؟ من خلال مد جسور من الثقة بين المكونات. من يقوم بهذه الجسور؟ احنا في الشارع الكركوكلي العربي يعطي للتركماني والكردي يتزوج من العربي وهكذا على المستوى الشارع. لكن على المستوى الجانب السياسي دائما أنه الحل هو مبدأ أنه الذهاب نحو العاطفة. كيف تكسب الجمهور؟ تكسبهم من الناحية أنه التخندق القومي، الترويج نحو المسألة القومية والترويج نحو مسألة أنه هذا ابن جلدتي وما سواه دونه. بهذه الطريقة لا ينجح العمل. ممكن هذه المحاولة، يعني وصلت قناعة الساسة في كركوك إلى أنه المراحل السابقة يجب أن تهمل لأنه لا حل إلا بالاتفاق. يعني قد نعتبرها أنه هذه بادئة خير نحو مستقبل كركوك دون تسميات. المواطن الكركوكلي العربي والكردي والتركماني بالنتيجة هو مواطن يحمل هوية عراقية، فبالتالي لا يمكن أن ينظر إليه أنه كردي أو تركماني أو عربي عند الذهاب للمعاملات، عند التعامل، لأنه نحن تجمعنا الهوية الجامعة. ولا يعني أنا إنسان ولدت بالفطرة عربي ومن حقي أن أفتخر بعربيتي على اعتبار أنني مولود وكل مولود يولد على الفطرة. لكن لا يحق لي المسؤول الفلاني كونه كردي أو تركماني أن يتعامل معي بإثنية أو قومية. يجب عليه أن يتعامل معي بأنني مواطن كركوكلي. من هذا المنطلق لربما أعيدت الهيمنة وأعيد الوضع، ولربما هذه الدراسة نحو مستقبل كركوك أفضل. قد يكون هذه، يعني قد تكون إدارة كركوك إن شاء الله راح تكون أنه هناك، نتأمل ونأمل وإن شاء الله تكون أنه هذه الإدارة حاضرة من أجل المضي نحو كركوك أولا. جنابك فتحت موضوع الإثنية والعشائرية، وخليني يعني نعكس شوية رأي الشارع العربي صح بخصوص هاي الحيثية. يعني يقول لك العبيد راحوا هالمرة أخذوا المناصب على حساب الجبور. هاي طبعا حكي الشارع احنا نعكسه. وضح لنا هاي الحيثية للجمهور. شوف، احنا بالنتيجة من صارت الانتخابات، نعم، لما أدلى المصوتون بصوتهم ذهب بالتصويت للمكون العربي، لم يذهب لأنه جبوري أو لأنه حمداني أو لأنه عبيدي أو لأنه أنا من عشيرة الحديدين، والكل يعلم أنه أصل يعني الكركوك كمكون عربي، يعني لربما أنه في عمق المدينة هم الحديديين العرب. نعم. لكن لا يعني أن يكون هناك استئثار بالسلطة على الآخرين. نحن ذهبنا وأدلينا بصوتنا نحو مكون. الصندوق لا، يعني لما ذهبنا للصندوق لم نختار أنه هذا جبوري وهذا حديدي وهذا حمداني وهذا عبيدي، لا قطعا. احنا اليوم لما كان هناك تحشيد كان تحشيد لأجل قضية، وهي القضية أنه الحفاظ على مكتسبات فرض القانون، إعادة المحافظ العربي، وهذا حق جمهور ويجب أن يدلى به. أما أن يكون هناك استئثار بالسلطة لأجل بعض العشائر على حساب الآخرين فهذا قطعا لا نقبل به، لأنه العشائر جزء
أساسي من نجاح كل اللي فازوا. لأنه إحنا لو نجي نحسبها حساب عرب، أنه العبيدي من نجي على صندوق الشيخ ظاهر العاصي وكذلك السيد رعد الصالح وغيره، لم يأتي بأصوات العبيد فقط، لا، أتى بأصوات العبيد والنعيم والحمدان والمفرج وإلى آخره، وكذلك الآخرين. بالتالي يجب أن يعني أنه النظرة تكون على العشائر وإعطاء كل ذي حق حقه، ولا يكون هناك استئثار من قبل قبيلة على حساب الأخرى. نشهد ممكن توافق وتصالح ما بين العشائر العربية، خاصة بعد مسمى مثلا اللي التحق بالمحافظة في بعض المسميات الجارحة. نعم. على حساب اللي ما التحق. أنا يعني الموضوع مو أنه نشهده، الكل يعني الكل هم، نتكلم كعشائريا هسه خارج نعم. الإطار السياسي، الكل شارك في إنجاح الأعضاء الستة، والكل له حق على هؤلاء الأعضاء، ويجب أن يعطى المصوتين أنه على مستوى العشائر أنه استحقاقات. يعني احنا هسه وخلينا نكون شويه واضحين اكثر. قائد الشرطه اليوم، قائد الشرطه السيد فتاح خفاجي، وهو مرشح للدكتور محمد تميم، ولا هو من خفاجه، والقائمه طويله. نعم. لا، احنا ما نريد نرجع نتخندق في الموضوع العشائريه. نحن نتكلم عن مكون، حقوق مكون، من تراه او من يجده الساده اعضاء مجلس المحافظه مؤهلا لاعتلاء منصب معين كائن من يكون، نبارك. فأهلا به. أهلا به. خلينا نروح ويا دكتور قصي. دكتور قصي، حكينا باللي صار، حكينا بإدارة كركوك، حكينا بتحالف كركوك، حكينا بالتوافق، حكينا بالتنسيق ما بين الإدارة والمجلس. خلينا نحكي بالقادم. اليوم شنو المطلوب، شنو المسؤولية الكبيرة أمام السيد ريبوار طه تجاه محافظة كركوك؟ طبعا سؤال جدا مهم. حقيقة احنا رسالتنا إلى الأخ السيد ريبوار محافظ كركوك، جلس على كرسي المحافظة بالتوافق وباتفاقية جرت بين تحالف إدارة كركوك. نعم. الاتفاقية من ضمن هذه الاتفاقيات هي المعتقلين، وهو أهم ملف للشارع العربي. حقيقة نجاح هذه الحكومة هو ضروري جدا بتنفيذ نقاط اتفاقية إدارة تحالف كركوك. وأهم نقطة نعرج عليها نحن كمكون عربي في هذه الإدارة هو المعتقلين المظلومين في سجون الإقليم، وضرورة إخراجهم ومعرفة مصيرهم، وإلا هذه الحكومة لن تشهد النجاح، ولن يكون هنالك تصالح سلمي بين السياسيين العرب والسياسيين الأكراد من جهة، والمواطن العربي من جهة، والسياسيين العرب والأكراد من جهة أخرى. أما بقية البنود فهي بقية توافقية ممكن للجميع يختلف عليها ثم يأتلف، وهي تحصيل حاصل لإدارة الدولة سواء كانت المناصب أو إدارة الدولة. نطمح أن تكون الإدارة عادلة في توزيع كل المكتسبات بين أبناء كركوك وأهالي كركوك. وأضيف نقطة أخرى، أنه كركوك هي شدة ورد، وهي مدينة للسلام، وهي عراق مصغر، وهي عراقية تحت راية واحدة وعلم واحد يعيش فيها الجميع بأمن وسلام، وللجميع حق وحقوق على الدولة. ونأمل في القادم أن يكون هنالك أسس لتعايش سلمي مستقبلي بعيدا عن هذه التخندقات وهذه المسميات الذي آذت العراق بشكل عام وآذت محافظة كركوك بشكل خاص. وإن شاء الله هذه الحكومة أو الحكومات القادمة ستعمل من أجل كركوك وأهالي كركوك بشكل عام. نعم. شلون شفتوا التعاطي سيد المحافظ مع هاي الملفات اللي طرحتوها، إذا كانت حوارات من قبل الكتل العربية مع الاتحاد الوطني الكردستاني، باعتبار السيد ريبوار طه هو مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني؟ أعتقد يعني الوقت ليس في محله للحكم على إدارة محافظة كركوك، لأنه نعم. الرجل يعني يمكن ما صار له شهر. الشارع العربي حقيقة، الشارع العربي ينقسم إلى 3 أقسام. نعم. شارع عربي مؤيد لهذه الاتفاقية، شارع معترض لهذه الاتفاقية، وشارع ينظر إلى مخرجات يترقب. هذه يترقب، نعم، ينظر إلى تنفيذ بنود واتفاقيات
هذه المبادرة التي جرت عندئذ عند تطبيق هذه الاتفاقيات وبنود هذه الاتفاقية سيحكم على نجاح وفشل هذه الحكومة وهذا الاتفاق. لذلك نحن ندعو مرة أخرى إلى الإخوة السيد ريبوار والإخوة المؤتلفين من الأحزاب العربية أعضاء المجلس العربي وكذلك أعضاء الاتحاد الكردستاني والأخت المسيحية إلى ضرورة الضغط على تنفيذ بنود الاتفاقية. وأهم نقطة نكرر عليها هي ملف المعتقلين. حقيقة هنالك أمهات وزوجات وبنين وأطفال، يعني أنت تخيل بنت تزوجت ما تعرف أبوها حي أو ميت، أو زوجة ما تعرف هي مطلقة أو أرملة، وأم ما تعرف هل ابنها هو عايش أو طيب، والبعض يعني البعض قد توفى وأخذه الأجل. ولذلك هذا أهم ملف الأراضي الزراعية، ملف القرى المهدمة، ملف تعويض المتضررين من عمليات الإرهاب، ملف إنصاف العرب في داخل كركوك أيضا مهم وضروري جدا. لذلك احنا في تحالف العروبة أعتقد تبنينا هذا المشروع، ونأمل كجزء من المكون العربي أن يكون لنا بصمة واضحة في هذه تخريجة الحكومة المحلية الحالية والمستقبلية إن شاء الله. دكتور قصي أشار إلى ملفات مهمة وكثيرة كلها على عاتق السيد ريبوار، أشوفها صعبة خلال فترة زمنية معينة، خاصة ملفات هي ما مرتبطة بس بكركوك، مرتبطة خارج كركوك، سواء كانت بالإقليم سواء كانت ببغداد، سواء تداخل وزاري تداخل مؤسساتي. شلون ممكن يتعاطى بقية المكونات مع هذا الموضوع؟ شلون ممكن يتعاون أعضاء مجلس المحافظة من كل المكونات بخصوص هذا الموضوع؟ وانطيني نظرتك المستقبلية، متفائل ولا دكتور؟ يعني موضوع الملفات نعم. مثل يعني الاتفاق اللي جرى هو لم يتم الاتفاق بين السيد ريبوار والسادة أعضاء مجلس المحافظة، كان الاتفاق على مستوى القادة. نعم. بالتالي ملف المغيبين هو ملف مهم جدا، ولربما يكون هو العثرة في التقييم، بمعنى أو أوضح أنه تقييم عمل المحافظة أو إثبات حسن النية هو من خلال ملف المغيبين. الأخوة في الاتحاد الوطني مثل ما تعلم أنه امتداد، احنا هسه اليوم نريد أنه يكون هناك رسائل اطمئنانية من قبل الأخوة في الاتحاد الوطني، أعطونا المغيبين في السليمانية، باعتبار أنه السليمانية هي تحت خيمة السيد بافل طلباني، فبالتالي من هنا تبدأ حسن النوايا، أنه عندي مغيبين، لربما عندي قائمة، وبالتأكيد هناك أسماء يعني لدى المكون العربي حريص على أن يعرف بين الموجود لدى الاتحاد الوطني أو الديمقراطي. إثبات حسن النية هو يبدأ من أنه إعادة المغيبين الذين تواجدوا في السليمانية. بهذا يعني لما يتم إنجاح هذا الملف، أنا أعتقد كل الملفات الأخرى سوف ترضي جميع المكون العربي، ولا أعتقد يختلف معي الدكتور بهذه الجزئية. هذا من جانب. من جانب من آخر، عمل أنه الحكومة المحلية، رؤية الحكومة المحلية هي حكومة شابة، سيد رئيس المجلس شاب، السيد المحافظ شاب، السادة أعضاء النواب المحافظ الدكتور إبراهيم وكذلك السيد قاسم، حكومة شابة يعني عندها رؤية أعمال. نحن نطالب بحكومة أعمال، لا أن تكون هذه الحكومة فقط ترقيعات، ولا أن تكون هذه الحكومة فقط حبر على ورق. وأنا أعتقد يعني الرؤية المستقبلية، أنا أعتقد جازما أن هذه الحكومة سوف لن يكون لها مثيل في السابق، يعني سوف تؤذي الحكومات المتعاقبة التي بعدها لإنجاح بسبب نجاح هذه الحكومة. نعم. شابة نعم، وأيضا متوافقة من قبل الجميع. ونبقى مثل ما ذكر الدكتور قصي، ننتظر التحاق المكون التركماني. طبعا احنا من نتحدث من هذا الباب نأمل وندعم أن إيجابيات الحكومة على الشارع في مواطن كركوك، لأنه ما حد سواء كان إعلام سواء كان مواطن سواء كان محللين سواء كان أكاديميين، ما حد يتمنى فشل الحكومة المحلية. طبعاً. مستحيل. يعني فشل الحكومة المحلية سوف يلقي بظلاله على ائتلاف إدارة كركوك. يعني هناك ربط بين ائتلاف إدارة كركوك والفشل.
نعم. ليش؟ راح يتصيدون المتصيدين بالمعسكر، راح يتعكزون على انه يعادون الامر الى موضوع القوميه. نعم. عندي 10 ثواني دكتور. متفائل بالقادم افضل؟ ان شاء الله القادم ان شاء الله. أفضل دكتور قصي متفائل بالقادم ان شاء الله يكون إذا افضل؟ ما طبقت الاتفاقية بحذافيرها فأنا متفائل. اشكرك جزيل الشكر دكتور قصي كامل عضو تحالف العروبه، ضيف عزيز علينا، شرفتنا ونورتنا. ايضا الدكتوره معراج الحديدي العضو القيادي بالمكون العربي، شكرا لتلبيه الدعوه. ايضا مشاهدينا الكرام الشكر موصول اليكم، ونحن داعمين ونامل ونطمح بان تكون هذه الاداره خير ممثل لجميع المكونات في محافظه كركوك، وبالتالي ابن محافظة كركوك يستاهل كل الخير ويستاهل دائما ما هو أفضل. مستمرين معكم، تحياتي وتحيات فريق العمل، نلتقيكم بالحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.